هو نرجع ربما للوراء. حاجة اللي نأسف عليها في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف. الجزائر ماهيش عضو في الحلف الأطلسي، باش نتفاهموا مليح. الجزائر ماهيش عضو في الحلف الأطلسي، وكل ما يعني الحلف الأطلسي الجيش الجزائري مانع. من بكري ما كانتش، إلا مؤخرا عاد الجزائر تشارك في اجتماعات تاع الحلف الأطلسي. ولما تقول اجتماعات تاع الحلف الأطلسي عندك إسرائيل، وبالتالي تسيب روحك مجتمع مع إسرائيل، مع قادة جيوش قادة الجيش الإسرائيلي. أيوة، هذه صحافة بدور وما تقولهاش، ما تكلمش عليها. بورتون اليوم ولات كل ما ديروا المؤسسة العسكرية، كل ما يحدث في المؤسسة العسكرية يحطوه، دارنا كازيرنا تيفي، كازيرنا تيفي، كل ما يحدث في المؤسسة العسكرية يحطوه. أما كاين حوايج ما يحطوهمش. لما يبعدوا جنرال جون صغير في العمر ما نتكلموش عليه، لما يحطوا جنرال بتهمة الفساد باطلا تهمة ما نتكلموش عليه، ولما نتلاقاو مع الجيش الإسرائيلي طبعا يصير من المحرمات السبع ما نتكلموش عليه. أنا نوري لكم صورة. ده انت مسخرة. هناك كتاب لأحد الصحفيين الجزائريين الذي يعني عاد إلى الجزائر وقتل بسبب يعني كتابته كتاب بالإنجليزية حول العلاقات السرية الجزائرية الإسرائيلية منذ 1948 وقبل ذلك، وتم اغتياله في الجزائر عند عودته من بريطانيا بعد أن حصل على الأمان من طرف جنرالات الدارس، إلا أن تم اغتياله في الجزائر. فهذا الصحفي والكثير من الصحفيين انتبهوا إلى ملفات يعني تحاول القيادة الجزائرية يعني إخفاءها، وهي العلاقات السرية الإسرائيلية الجزائرية، سواء إبان الاستعمار أو بعد الاستعمار. العرب ده، الوساخة دي، الإجرام ده. محمد شوف مليح مع الفاجيه ديالو، شوف مليح واش معلق على الفيستا تاعو، هاد الزرقاء هادي، داكور. هاو نوريهولك كورو بلون يا سي، هاوليك شوفوا كورو بلون الجنرال ماجور هذايا اليهودي، هاوليك، شوف، هاو اسمه، هاو العلم الإسرائيلي، هايا وين تزيد، شوفوا مليح، هاو في صورته، هاو ردوه لكم تشوفوه مع الجنرال ماجور عمراني اللي يمثل الجيش الجزائري، اللي يمثل الجيش الجزائري. حكاية هذيك تقول لي إسرائيل وما إسرائيل والعدو الصهيوني وكذا، كي تروحوا تتلاقاو في الاجتماعات تاع الناتو وتلاقيو ما تقولوش لا احنا ما نحضرش انه كاين الكيان الصهيوني، تحضروا تسكتوا. الو نزيد لك انكور، ماشي غير الجنرال عمراني، هاو القايد صالح، هاو القايد صالح في اجتماع بجنب الممثل إسرائيل، هاو القايد صالح. الو هذه واش تقولوا عليها؟ لأنه كان بزاف يقول لك القايد صالح هاو في اجتماع مع ممثل إسرائيل، مع الجيش الإسرائيلي، في اجتماعات ناتو. واش نحكيو يا جماعة؟ واش نحكيو في اجتماعات ناتو؟ نسقوا تنسيق
عسكري بين مختلف الجيوش الحاضرة، وبالتالي الجيش الجزائري ينسق مع الجيش الصهيوني. وما تجوش تخرطوا علينا، ما تجوش تخرطوا علينا، لأنه واش يدير الجيش الجزائري في اجتماعات الناتو؟ هذه اجتماعات التنسيق العسكري يتم فيها تبادل معلومات عسكرية، يتم فيها تبادل خبرات عسكرية. ماناش رايحين باش نغنيو يانا سمعتوا؟ ماشي رايحين نغنيو يانا. نعم، رايحين نتبادلوا معلومات، رايحين نبنيو تعاون عسكري. نعم، فيه تعاون عسكري، ماشي رايحين نطرحوا الخصومات ديالنا، لا، رايحين نتعاونوا. مع شكون تتعاون يا ولد الحرام؟ مع شكون تتعاون؟ جاي تكذب علينا حنا، تحب تلعبها لينا حنا. يا خرا شنو هذا؟ اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. العلاقات السرية الجزائرية الإسرائيلية. فالأمير عبد القادر الذي عندما نفي إلى دمشق بسوريا كانت له علاقة مع الماسونية ومع اليهود الماسونيين، سواء في فرنسا أو في تركيا أو في دمشق أو في لبنان. وهذه من جهة. حفيده عبد الرزاق عبد القادر يعني كان ضابطا كبيرا في جبهة التحرير، أي في الجيش الشعبي الوطني الشعبي الجزائري، ومتزوج بيهودي حفيد الأمير عبد القادر الذي يسمى بعبد الرزاق عبد القادر، وكان من القياديين في جبهة التحرير الوطني، وكان يدفع الجبهة إلى التحالف مع إسرائيل إبان حرب التحرير عوض التحالف مع جمال عبد الناصر. هذا يعني من المفارقات التاريخية أن عبد الرزاق عبد القادر، وهو من أحفاد الأمير عبد القادر المتزوج بيهودية، كان يدفع الثوريين آنذاك بالتحالف مع إسرائيل أحسن من العرب. وعندما استقلت الجزائر في 62 سجن عبد الرزاق عبد القادر وهو حفيد الأمير عبد القادر، وتدخلت الصهيونية العالمية آنذاك وأخرجته، وعاش في إسرائيل إلى أن توفي وهو مدفون في تل أبيب، وله ابنان ولدان ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لحد الآن. أنت عبقري، أنت عبقري، ياك من شيء لا يوصف. أنت داهية. ولا الزعمة ولا السلطة، خرع عليهم كلهم. بدنا ننتبه للغة حبيبي. خرع على اللغة حبيبي، نحن على الهوا مباشر. خرع على الهوا نقول اي حد زعلته او جرحته يبقى حط لزقه. السلام عليكم يا نفرات.